فاكرين يا جماعه الاسبوع اللي فات انا كنت عامله فيديو بقول لكم فيه على 3 اعلانات واغاني قدام انا كنت مغنيه فيهم، محدش يعرف ان انا كنت مغنيه فيهم، وقلت طبعا انا مش هفضح اي ناس معايا كانوا بيغنوا في الاعلانات ديت او في الاغاني ديت، لان انا كنت شخص كويس. بس النهارده انا صحيت واخترت العنف. ليه بتسالوا؟ انا مش هفضح الناس كانوا بيغنوا معايا وكده. انا النهارده التارجت بتاعي الاجانب. اللي ما يعرفش انا مدرسه لهجه مصريه اونلاين للاجانب، وسبب ان انا النهارده قررت ان انا اشيل ناس تانية معايا من الاسئله والمواقف اللي بتتسال لي هو ان انا الاسبوع ده يا جماعه حضروني موقف وسؤال حرك فيا مشاعر ما كنتش عارف انها عندي، مشاعر لخبطه ومشاعر كده كونفيوجن وغضب، وما كنتش فاهمه اللي بيتسال ده بيتسال ازاي. فانا النهارده عامله الفيديو دوت علشان اشيلكم معايا واقول لكم على اسئله ومواقف غريبه، طبعا غريبه هنا معناها غبيه، الطلاب الاجانب بتوعي سالوها لي ويعملوها معايا. اهلا بيكم في اول سلسله على الشانل ديت. السلسله ديت هتبقى مكونه من كذا فيديو احكي لكم فيها عن كل المواقف والاسئله ديت، فيلا بينا. اول موقف معانا، اول سؤال معانا دوت سؤال يا جماعه مش موقف. اول سؤال معانا كان غريب جدا، كان من طالبه من الصين. كان اول درس بديهولها خالص، تقريبا كان اول او تاني درس يعني، وهي كانت عايزه تتعلم عربي علشان شغلها، علشان هي عايزه تيجي دبي والشرق الاوسط عامه علشان تشتغل. ماشي حلو لحد كده، تمام. واحنا في نص الدرس هي كانت بتسالني عامه حاجات، ناس عاده بتسال حاجات عن الثقافه عامه عن مصر يعني وحياتنا. بس السؤال التالي اللي انا هقول لكم عليه دوت انا لحد دلوقتي مش مستوعباه، وهي بصوا انا هقول لكم انتوا تحددوا عشان بصوا. والسؤال اللي سأل لي كان كالتالي: انا قاعده فمن اللي بجاوب على اسئلتها عادي، بنجو اوفر ذا الفابت ونتعلم الحروف والحاجات الجميله ديت، فجاه الصاعقه سالتني: باي ذا واي انتوا عندكم انترنت في مصر؟ فانا طبعا بكل هدوء، لان انا المفروض اللي هو المفروض ابقى بروفيشنال وابقى بضحك واللي هو العادي، اكيد ما اتريقش عليها وكل الحاجات دي علشان يعني مش منطق، يعني المفروض ابقى مدرسه بروفيشنال. فقلت لها يعني امال انا بديكي درس ازاي؟ قالت لي لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. عارفين بتحسوا ان انتوا قاعدين مع طفل وفجاه ريلايزيشن بتاع اللي هو انت مامتي او انت بابايا يجيله وانت قاعد قدامه. يعني في حد بيقوله على السؤال ان هو اتسال لي بيفقد النطق شويه، فانا متفهمه لو انتوا قاعدين قدام الشاشه عاملين كده او عاملين اللي هو، لان دي كلها حاجات انا شفتها وحاجات انا عملتها بعد الحصه. انا فضلت قاعده اللي هو ايه ده؟ بغض النظر ان احنا تالت دولة عربية دخلها الانترنت بعد امريكا ب2 وان احنا تاني دولة في العالم دخلها سكك حديد بعد انجلترا، ده سؤال ما يتسألش وانا قاعدة معاكي على الويب سايت في زوم او في اي حتة، قاعدة معاكي بديكي درس اونلاين. انا حقيقي مش عارفه اقول ايه اكتر تاني عن السؤال دوت، بس يا ريت انتوا تقولوا لي رايكم، ولو انتوا حد سالكم السؤال دوت وانتوا قاعدين معاه اونلاين هتقولوا له ايه. يعني هي حتى ما حسيتش ان السؤال اللي سالته غريب، هي فعلا ريلايزيشن اللي هو صح، انتي صح، تصدقي انتي صح. لا وقال انتوا اللي كنتوا خايفين ان يفتكرونا جهله ولسه عايشين في الصحراء، كل ده عشان رفضنا حفله ترافيس سكوت. فمش انتوا اللي المفروض تكونوا قلقانين خالص ان العالم الخارجي يكونوا فاكرينكم جهله، مش انتوا المفروض تكونوا قلقانين من حاجه زي كده. مش الغرب بس اللي تقلقوا منهم، لا يا جماعه الموضوع اكبر من كده بكتير، دي اسيا وكل حته، احنا مش في امان. تاني حاجه احنا هنتكلم عليها النهارده هو مش سؤال مش موقف، هو نوع من الطلاب. في طلاب كتير بيجوا يحجزوا معايا دروس محادثه من غير محادثه. يعني ايه؟ يعني هما بيبقوا عايزين ان هما يتعلموا ويتكلموا، بيبقوا عارفين عربي يعرفوا يتكلموا يعني، وعايزين حد يمارسوا معاه اللغه. فانا كنيتيف سبيكر كتيتشر بساعدهم في حاجه زي كده، طبعا حاجه بتبقى مسليه جدا وبتعرف عليهم وبنبقى اصحاب يعني. بس في ناس بتبقى داخله هي مش عايزه تتكلم اصلا، هي مش بتتكلم. يعني انا بسالهم الاسئله بيجاوبوا ولا، مع انه ببقى مثلا مديهم اختيارين: انت بتحب الفراخ اكتر ولا اللحمه؟ ايوه يعني بتحب الفراخ ولا اللحمه؟ او بيفضلوا باصين لك. انا لما ببقى في دروس محادثه مش بحب اسال اسئله اجابتها تكون لا او بس وخلاص، انا بحب اسال اسئله هتؤدي لقصه، هما هيحكوا لي قصه او هيقولوا لي موقف حصل معاهم. يعني مثلا ايه اكتر تجربه وحشه في مطعم انت مريت بيها قبل كده؟ اكتر بلد حبيتها لما سافرت وليه؟ ايه اكتر مسلسل بتحبه كان قصته عن ايه رايك في اللي هو الفيلم دوت؟ عجبك ليه الفيلم دوت؟ عشان عجبني.
ايوه، طب انت مثلا بتحب تسافر فين مع اهلك؟ بتعملوا ايه مثلا في فرنسا لما بتسافروا في الصيف؟ بنروح المتحف. انت بتحب الفن؟ بتحب انهي فن؟ بتحب انهي ارتست مثلا؟ بتحب انهي فنان؟ كلهم. تسالهم سؤال بتقول لهم وبيهزوا راسهم كده. يا جماعه ادوني اجابه، ادوني اجابه مفيده، حاولوا تتكلموا اكتر. ده ايه ده؟ هل ده تكفير ذنوب؟ والله يعني انت بتاخد درس معايا عشان تحسني بالاحباط النفسي؟ انت شخص مكتئب جاي تاخد درس معايا ليه؟ انا مش ثيرابيست، اوكي؟ انا في معظم دروسي ساعات بحس ان انا ثيرابيست، بحس ان هم واخديني كثيرابيست بس ارخص شويه. يعني الثيرابيست ساعات بيبقوا غاليين، انا الاوبشن اللي بعده على طول. ايه ده؟ واخد درس محادثه تتكلم. تالت حاجة هنتكلم عليها برضو مش سؤال مش موقف، هو نوع من الطلاب او هو نوع من البني ادمين حقيقي انا مش فاهماه. يعني الطلاب اللي بيبقوا فاكريني ساحرة مشعوذة. يعني ليه طالب جديد يخش يكلمني عشان عايز انترستد ان هو ياخد معايا كلاسز؟ يعني شرف ليا، بس انت داخل تقول لي هاي لينا I am coming to Egypt next week, can you help me be fluent by next week؟ يعني انت كان المفروض تصلي استخاره قبل ما تسالني السؤال ده. يا رب اسالها ولا ما اسالهاش؟ رب هل ده سؤال غبي يا رب ولا مش سؤال غبي يا رب؟ او تسال حد من اصدقائك، استعين بصديق. عايز تتعلم عربي في اسبوع؟ تصدق وتامن بيا، انت لو قعدت من هنا للسنه الجايه كل يوم بتذاكر عربي مش هتبقى فلوينت برضه. طب وتصدق وتامن بايه تاني؟ انا نفسي مش فلوينت. احنا لسه في مصر لسه بنتخانق على سمبوسه ولا سمبوسه، لسه لحد دلوقتي ما اعرفش هي سمبوسه ولا سمبوسه، لسه بنختلف على هي بتتصلق ولا بتطلصق، اللي هو بتستعجل. يعني احنا نفسنا مش عارفين. انت عايز تتكلم عربي في اسبوع؟ لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ده عجائب وغرائب اللي انت عايزها دي. بين اللي هو لينا انا عايزك تخليني بتكلم عربي الاسبوع اللي فات، يعني انا عايزه اكون اوريدي بتكلم. ايه ده؟ ايه يا شباب ده؟ ايه ده؟ جايين يحققوا احلامهم معايا. اخر حاجه هتكلم عليها النهارده هو سؤال، بس سؤال مفجع، سؤال غز في قلبي. انا في البدايه في اول مسيرتي المهنيه كمدرسه كنت بدرس اطفال. انا عارفه مش بدايه مبشره خالص، بس انا كنت بدرس طفل واخواته الثلاثه التانيين، ممكن 4. انا كنت بدرس الاربعه بس كل واحد لوحده. عامه هم الاربعه كانوا بيصحوا من النوم على طول على درس العربي. يعني بيصحوا الساعه 5 الصبح، ساعات كانت بتبقى الساعه 5 الصبح عندهم، يصحوا ياخدوا درس عربي ويروحوا المدرسه. ما شاء الله سوبر هيروز عامه، يعني دول بالنسبه له يعني مثل اعلى والله. بس الطفل دوت هذا الكائن السافج كان عمره 8 سنوات. الولد ده اصلا كان بيبقى صاحي مش طايق نفسه، لا طايقني ولا طايق عيشته ولا طايق اخواته ولا طايق اي حاجه. انتوا متخيلين بقى طفل عنده 8 سنين بخدود كده؟ اي نعم هو كيوت والله، انا بحب الاطفال، بس هذا الطفل خلاني اراجع نفسي. قاعد مش طايق نفسه بياكل الكورن فليكس بتاعه، وانا اصلا بتكلم بشرح حاجه هو مش مركز اصلا في ولا حاجه، انا متاكده. هو عامل كده وباصص وقاعد بياكل الكورن فليكس بتاعه، وكان باصص كده تحت اصلا في حته تانية، وانا بحاول الفت نظر والله وبلعبهم في الحصه، وكنت جميله جدا والله. المهم قاعد بياكل ماشي، راح باصص لي كده بكل هدوء وثبات نفسي وانفعالي، هو انت ما عندكيش غير التيشيرت ده؟ فانا طبعا انصدمت، قلت له يعني this is my favorite t-shirt وانا بحبه كده. don't you have any favorite t-shirts that you like wearing؟ انت ما عندكش طيب اي انت كمان تيشيرتات بتحب تلبسها على طول وكده؟ هو ما ردش عليا. انت مين اصلا عشان ترد عليك يا لينا؟ يلا مدرسه. بكل هدوء برضو ثبات انفعالي راح رجع ياكل الكورن فليكس بتاعه تاني. هو اصلا مش هيضايق نفسه يعني، هو انت مين؟ ده كان هو نفس التيشيرت اللي انا لابساه دلوقتي، كل ده عشان لبسته يومين ورا بعض. لا يا جماعه الطفل يعني خرعني، انا كنت ايه ده يعني، انا ما توقعتش. بعدها بيوم بقى شوفوا، عشان كما تدين وتدان والكارما ايا كان المسمى اللي انتوا هتسموه اللي حصل، الولد لبس نفس التيشيرت. انا بقى ما انا ركزت معاه. انتوا فاكرين طبعا هتقولوا يا لينا طب انت يعني هتعملي عقلك بعقله يا لينا، انت هترديها له يعني؟ كنت على وشك لولا انه موافق. لبس نفس التيشيرت برضو، كان بيحب اللون الاحمر قوي، فكان في تيشيرت كده بيحبه كان بيلبسه على طول. انا كنت هموت واقول له ما انت كمان ايه ده؟ انت ما عندكش غير نفس التيشيرت ده ولا ايه؟ لولا ان امه كانت واقفه اقسم بالله. انا عارفه برضو ان انا لو امي كانت واقفه ما كانتش هيحصل فيا كده. مش ناسياها والله، ما ناسياها ومش هنساها، وبرضو هلبس التيشيرت. يا جماعه انا افتكرت حاجه مهمه جدا ليها برضو علاقه بالطفل ده برضو. خلينا نسمي الطفل ده مثلا احمد. كنت بدي الدرس وكنت بقى بدي ساعتها اطفال كتير، فكنت اكزاستد خالص، كنت خلاص مت على اخر اليوم. هما كانوا بياخدوا في اخر اليوم. المهم احنا كنا بناخد اسماء الحيوانات، انا كنت بعلمه ازاي يقول انيمال اللي هو حيوان. اعتبروا ان انتوا احمد وانا المدرسه. so animal means احمد دي حيوان. I mean animal means حيوان يا احمد.
هو اصلا في كل حد ما كانش مركز، انتوا زي عارفين نفس الشخصيه اللي هي بتاكل البتاع اصلا، وانت مين اصلا عشان الاحظك؟ يعني انا مش هديكي من وقتي اصلا. المهم يعني ما اعتقدش ان هو اخد باله، وما كانش في حد معاه في الاوضه الحمد لله، لان مامته وباباه كلهم مصريين، فكويس ان محدش سمعني والموضوع عدى على خير، وهو اصلا ما كانش مركز. فانا الوحيده اللي كنت عارفه هذه الغلطه الشنيعه اللي انا عملتها. عرفت هو بيكرهني ليه، والله حقه، وانا مش عارفه ده كان قبله ولا بعده. ولو انا كنت قلت له كده بعد ما هو قال لي كده، فتستاهل يا احمد، تستاهل يا احمد حيوان. انا كمدرسه دلوقتي انا عندي ثبات انفعالي، بس انا مبقتش عارفه طلقه هتجيلي منين. عارفه لو هوبا امشي حاسب، ما ببقاش عارفه، بتخض لجوه. ما انا لازم ده اكل عيش يا جماعه. المفروض اتوقع اي حاجه بقى ديس بوينت بقى، كبار صغيرين شباب عواجيز. في نهايه هذا الفيديو هم دول الكام موقف سؤال اللي انا هقوله لكم في الفيديو ده. انتظروا الفيديو الجاي مواقف اكتر، صدقوني كل مره في صدمه. اسميه الصدمه، اسمي السلسله دي الصدمه. قولوا لي تحت في الكومنتس، لان انا فعلا مش عارفه اسميها ايه. ممكن اسميه الصدمه، يكون بقى فيرجن تاني من برنامج الصدمه. stay tuned وانتظروني في اسبوع جديد، حلقه جديده وصدمه جديده مع لينا وكاشا. دراماتيك قوي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير مع صحابكم، وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.